ناصر بن منصور. ماكو ناصر بن منصور. مدير المدرسة رجع للملك قال له جناب الملك ما عندنا طالب باسم ناصر بن منصور. قال له يابا ناصر بن منصور طالبكم وبهاي المدرسة، والصبح أنا تلاقيت وياه وكتاباته بيده. قال له جناب الملك إذا تشوفه تعرفه؟ قال له إيه. قال له هاي الطلاب، هذول الطلاب والله عاين بوجوههم، إذا عرفته هو هذا. الطلاب واقفين بصفوفهم، وجه الملك قام يعاين بالوجوه، مو هذا لا مو هذا لا حساب لا مو هذا لا هذا لا هذا. شاف الولد الذكي قال له هذا هو. قال مدير المدرسة هذا هو الولد اللي ادور عليه، هذا ناصر بن منصور. قال له جناب الملك هذا ما هو ناصر بن منصور. قال له ابوي هذا هو الصبح عمي انا الصبح التقيت بك لو ما التقيت بك. قال له ايه. قال له تعال بالله. تقدم والعسكر واقف ومدراء المدرسة والمعلمين واقفين. قال له الله بالخير. قال له الله بالخير. قال له عمي انا الصبح من طلعت بجيش وانت جاي للمدرسة، مو شفتك انت بالشارع لو لا؟ قال له نعم. قال له شو اسمك؟ قال له والله تريد الصدق انا اسمي ما هو ناصر بن منصور. قال له شو اسمك؟ قال له انا اسمي حنظل بن مرة. قال له شلون قلت لي ناصر بن منصور؟ قال له جناب الملك انت ماخذ جيشك وطالع من الصبح تريد تروح تحارب، وانت ادري بك انسان متفائل زين، ولقيتني انا فقري طحت بيه. هذا الولد اللي يسولف 10 سنين عمره. اعزائي انت خل نوصل للزبده. قال له جناب الملك انت متفائل وانا اعرف لك واعرف اخلاقياتك، اهلي يسولفون عنك، فانت من قلت ليش اسمك؟ اذا قايل لك حنظل بن مره كا ضاق خلقك ولربما كا تراجعت وكا خسرت المعركه. قال له صحيح والله. قال بس قلت لك انا ناصر بن منصور حتى يصير عندك معنويات عاليه وحتى يصير عندك روح عاليه للقتال وللحرب. عليك والله. وبعد قال له وبعد درسنا ما كان اذا جاء نصر الله والفتح. قال له شاش كان؟ قال له هذا معلمي موجود. درسنا اليوم اذا زلزلت الارض زلزالها. قال له شلون قلت لي اذا جاء نصر الله والفتح؟ قال له ابوي انت رايح تحارب، فانا قلت اذا جاء نصر الله والفتح يكون تفاؤل خير الجناب الملك. الملك صفق والوزراء صفقوا والجيش صفق والمعلمين والمدراء والطلاب كلهم صفقوا لهذا الولد. والله الملك قال انت راح تسيك بكسوة منا اليوم القيامة تستفاد من عندها انت واحفادك واجيالك على هذا الاخلاق وعلى هذا التعامل. عمو انت وين بيتكم؟ وين ابوك؟ قال له انا ابوي موجود، ابوي رجال فلاح وامه بالبيت. قال له منين متعلم هذني؟ قال له من امه ومن ابوي. قال له ايش علموك؟ علموك اذا واحد يجيك تقلب الحكي؟ قال له لا. قال له شلون؟ هنا الزبده اعزائي مشاهدينا اهلنا ناسنا. قال انا عندي خوان وعندي اولاد عم وعندي خوات. قال بعض مرات اسمع عمامي لو عماتي لو جيراننا يحجون على ابوي وعلى امي، من كنت اجي ويا قلهم يمه لو ابويا لو بابا فلان جاسم احمد صادق رضا قاعد يحجون علي كام، شو تقول لي امي لو ابوي؟ شو يقولوا لي؟ هم احنا بيناتنا انت لا تتداخل. قال فعرفت انا انسان فاشل بهالوسطه اذا اجيب الحكايه واوصلها لهم، فعرفت ومن هالاخلاقيات. فوالدي كان من يصير حكي منا حكايه زايده ناقصه وانا قاعد شو يقول لي؟ يقول لي بابا ترى احنا بيناتنا غشمر انت غشمر، احنا بيناتنا نمزح، احنا بيناتنا كذا، هذا عمك احترمه حتى اذا حكى علي، هذا خالك اخو امك، هذا ابن عمك، هذا ابن ويوصيني على طول مو بالغبر بالزينه. فانا تربيت على هذا الاخلاق، تربيت على هذا التعامل.